تعرفي المثل اللي بيقولك جربي ومش هتندمي؟ حاجة كده اللهم بارك. طعم وريحة مش عايز اقولك على الجمال. بس انا مش عارف اصل الوصفة دي منين بالظبط. في ناس بتقولك سعودية وناس تقولك من اليمن. هنعمل النهاردة صوص من اجمل الصوصات اللي موجودة وبدون مكونات خزعبلية، بس ايه تحفة. هنعمل النهاردة صلصة الدقوس، او في ناس تقولك عليها صلصة السحاوي، بس هي مشهورة اكتر بالدقوس ودايما بتتقدم جنب المندي. القصة كلها ابتدت من نص كيلو طماطم، وهنختار الطماطم المدورة عشان بتكون مسكرة. انا اشتغلت الوصفه دي بحوالي نص كيلو من الطماطم وهتكفي معانا حوالي 4 افراد. واهم حاجه نشيل الجزء اللي موجود معانا دون. وكمان هنحتاج 4 فصوص من الثوم يكون بلدي، يفضل يكون بلدي عشان خاطر التست بتاعه بيكون عالي. وده المكون الاساسي معانا في الوصفه، ربطه من الكزبره. اهم حاجه تكون كزبره، اوعي تحطي بقدونس. هنجيب الكبه الشقيانه بتاعتنا ونحط فيها اول حاجه الطماطم ونقطعها مربعات عشان نسهل على الكبه، ومش هينفع فيها الخلاط ان الوصفه دي بتحتاج ان الصوص بتاعنا يكون مفروم. وهنحط معاها كمان فصوص الثوم بتاعتنا، اهم حاجه يكون ثوم بلدي. وهنجيب كمان قرن شطه سبايسي كده، اهم حاجه في الوصفه دي قرن الشطه السبايسي، ولو مش عايزاها سبايسي قوي ممكن نحط نص قرن كفايه. وهننزل عليهم بمعلقه كبيره من الخل، وكمان نص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره كمون. وما تكتريش الكمون عشان خاطر ما يمررش منك. ونختم بعصره ليمون، وننزل بالكزبره بتاعتنا المكون الاساسي في الوصفه دي. انا قبل كده عملت لكم فيديو الفرق ما بين الكزبره والبقدونس. دي الكزبره اهم حاجه في الوصفه دي. والصلصه دي لازم تتعمل في الكبه، خلاط مش هينفع. ونديها ضرب متقطع كده لحد ما تلاقي المنظر التحفه ده قدامك. والروايح ابتدت تطلع، مش عايز اقول لكم الروايح عامله ازاي. اي بوله عندك او اي علبه حطي فيها الصوص بتاعك واحفظيه. اهم حاجه بعد ما نعمل الصوص بتاعنا هنحطه في التلاجة لمده ساعه عشان يخمر مع بعضه. كل المكونات تتجانس مع بعض. شايفين الجمال عامل ازاي ولا الالوان بتاعتها؟ انت كده النهارده عملتي احلى صلصه دقوس زي المطاعم بالظبط. ممكن تستخدميها مع الرز المندي، مع البطاطس المحمره. ارجو الوصفه تكون عجبتكم. مع السلامه.